بهذه الطريقة يعمل المعالج على تحفيز نقاط طاقة محددة من الجسم عن طريق إدخال إبر دقيقة في جلد الشخص. الهدف إما الوقاية أو لغرض التخفيف من الألم العضلي والعصب الوركي، أحيانا الصداع وألام أسفل الظهر، التعب وألم المفاصل. 80% من الامراض اللي يجيونا الابر سي عندك شقيقه، عندك الامراض تاع عرق لاسا تاع لاسياتيك اللي يقول لك تاع الظهر، كاين لي ان سي بي نيفراجي سيرفيكو براكيال اللي عنده السطر هنا في لا سيرفيكال ويهبط له حتى اليدو، كاين اللي عندهم مشاكل تاع لو كانال كاربيان، كاين هادو يعني الامراض الاخرى، وخاصه لو ستريس. يجينا المريض هكذا عنده التشخيص الاولي من عند الطبيب، يعني ستون ابل ليتيكتاج، تكون عنده اون باثولوجي ايتيكتي، حاب يقول انا جيتك عندي اون ميغرين. دونك حنايا الابر الصينيه واش يعاونونا، يقولوا لنا هاد لا ميغرين وين راهي. يقول نذير أن تشخيصه يبدأ ما إن يمسك المريض باب العيادة، أين تلعب لغة التواصل والحالة النفسية والمعاملة دورا أساسيا في الاستجابة للعلاج. يكون دو ستريس تحكمك اون موفيز نوفيل، لو بروميير جيست اللي يجيك وشنو تحسها منا تطلع حتى لهنا. الطبيب تاعي بعثني باسكو عندي ستريس شويه زياده، خاصه هادو اليامات راني مريض من لي بومون ديالي، والتقلق هذاك ما يخلينيش حتى انا نقعد. قال لي تقدر انه تستعين بالطبيب الصيني، يعني يدير لك تقنيه الوخز بالابر. تبقى الإبرة مغروزة في الجسم ما بين 20 و40 دقيقة، وأحيانا تصل المدة ساعة كاملة حسب نوعية الألم المعالج. هذه مثلا هنايا هذه يعيطوا لها ليستوما 36 معده 36، هذه معده 36 يعيطوا لها صيدليه الجسم، يقول لك داوي اكثر من 100 مرض هكذا. وعلاش؟ لانه هذا سي لو بوين دانترسيكسيون مع بليزيور ميريديان، يعني عنده علاقه مع بزاف من المسارات. تقنية الوخز بالإبر الصينية علاج طبيعي لقي شعبية بين الجزائريين مؤخرا، خاصة من قطعوا رحلة طويلة مع الطرق العلاجية الطبية والجراحية.